عاجل رسميا إيقاف كافة العمليات العسكرية وإعلان نجاح المفاوضات وانتهاء الحرب. تخيل إذا سمعت الخبر ده دلوقتي ماذا سيحدث للأسعار. طيب الذهب كده تمام، بس الغلبان ما بياكلش ذهب. قولي لي الفراخ واللحمة والزيت الأسعار هتنزل للسلع الأساسية؟ احفظ القاعدة دي، الأسعار بتطلع في أسانسير وتنزل على السلم. التاجر عنده مخزون غالي فمش هينزل سعره غير لما يخلص القديم، يعني اصبر أسابيع بعد انتهاء الحرب. طب والشباب اللي عايز يتجوز أو عايز يجيب عربية أو تلاجة يروح يحجز دلوقتي ولا يستنى الأسعار تنزل؟ لو مش مضطر حط فلوسك في جيبك، الأجهزة والعربيات فيها ركود، وتراجع الدولار هيكسر مناخير الأسعار غصب عن الكل. الصبر مكسب. بس احنا يا أما سمعنا وعود، ايه الضمان ان ده يحصل فعلا؟ وطب الضمان هو الدورة الاقتصادية، السوق ما بيرحمش والمخزن اللي مقفول هيتفتح عشان صاحبه ما يخسرش أكتر. السلام يعني وفرة، والوفرة تقتل الغلاء. فهمت، يعني السكة رايحة للأحلى بس محتاجة نفس طويل. بس أنا قلقان يا جماعة، مين لسه قلقان؟ اكتبوا لنا في التعليقات ونرد عليكم الجزء الجاي.